السلام عليكم. في كتير مننا بيسأل ليه الأجهزة الإلكترونية بتشتغل معانا لفترة معينة بعد كده بتبوظ؟ بكل بساطة ده عشان 6 أسباب. أول سبب هو استراتيجية الشركات المصنعة. يعني إيه؟ يعني معظم الشركات بتصنع منتجاتها وخصوصا المنتجات الإلكترونية على إنها تفضل شغالة فترة معينة وبعد كده تبوظ، والهدف من ورا ده إنك تشتري نفس المنتج أو منتج غيره من نفس الشركة مرة تانية، بمعنى أوضح عشان يكسبوا من وراك باستمرار. تاني سبب وهو عشان التكنولوجيا بتتطور بسرعة وكل يوم في جديد، وخصوصا زي ما قلت لكم في عالم التكنولوجيا والموبايلات والأجهزة الإلكترونية، فبالتالي الشركات هتلاقيها بتعمل إصدارات حديثة كل سنة، فده بيخلي الأجهزة القديمة متقدرش تواكب التطور، وبالتالي بيأثر على الأداء بتاع الجهاز، فبالتالي هتلاقي الجهاز مع كتر الاستخدام باظ منك. وده موضوعنا النهاردة، إن الجهاز بيبوظ ليه. ثالث سبب هو إن بعض الأجهزة بتتصنع بمواد جودتها متوسطة، أو بمعنى أوضح مواد محدودة، وده عشان يقللوا تكلفة التصنيع بتاعة أي جهاز بيصنعوه، وبالتالي ده معناه إن الأجهزة دي مش هتقدر تستحمل الاستخدام الكتير أو الظروف الصعبة، وده طبعا نظرا للمواد المحدودة اللي متصنعة بيها. رابع سبب هو إن الأجهزة الإلكترونية بتتعرض لسخونة عالية مع الوقت، وده بيأثر على المكونات الداخلية لأي جهاز زي المراوح والمعالجات. خامس سبب هو البطاريات. البطاريات من أكتر الحاجات اللي عمرها بيقل مع الوقت، وعشان كده بتلاقي الموبايل بتاعك بيجي بطيء معاك وكفاءته بتقل. السبب السادس والأخير، وده أنا بعتبره من أهم الأسباب لكن مش أهم سبب، هو إن التطبيقات الحديثة بتحتاج أجهزة كفاءتها عالية عشان الأجهزة دي تقدر تشغل التطبيقات، وده طبعا من ناحية المساحة والرامات والمعالجات. طب السؤال هنا، إزاي ممكن أخلي الأجهزة الإلكترونية بتاعتي تعيش لأطول فترة ممكنة وما تبوظش بسرعة؟ طبعا أول حاجة لازم تهتم بيها هي نظافة جهازك عشان التراب بيسبب سخونة. تاني حاجة لازم تحافظ على تحديثات الموبايل أو الجهاز اللي معاك أيا كان إيه هو، موبايل، أيباد، لابتوب، تابلت. ثالث حاجة حاول على قد ما تقدر إنك تبعد عن الأماكن اللي فيها حرارة مباشرة من الشمس. آخر حاجة ودي من أهم الحاجات اللي لازم تعملها، حاول تستخدم شواحن أصلية وبطاريات أصلية، عشان التفصيلة دي بتفرق جدا في كفاءة الجهاز أو عمره الافتراضي، سواء كان بالإيجاب أو بالسلب، أنت اللي بتحدد ده. استنوني الفيديو الجاي إن شاء الله في معلومة جديدة أو موضوع جديد نتكلم فيه. السلام عليكم.